بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوة دي يا جماعة؟ حاجة جميلة خالص، قنبلة هتدوب في البق. هنعمل مع بعض الغريبة الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت. حاجة كده ما تتوصفش، حاجة كده تشاف بس. هنعمل الغريبة بتاعة العيد ان شاء الله، بتاعة 23. حاجة كده حلاوة فقش، ناعمة، ما هياش مشققة، دايبة زي ما انتوا شايفين. حاجة كده جميلة خالص. تابعونا بالمقادير وان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من مطبخ نادر سليمان. هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل الغريبة عشان العيد 23 بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتعجبكم خالص إن شاء الله تعجبكم. هنعمل مع بعض النهاردة ده إن شاء الله نص كيلو دقيق، وهنعمل النص كيلو دقيق ده هياخد حوالي 200 جرام سكر بودر، وهياخد 300 جرام سمنة. طبعا السمنة روابي نباتي بيضة زي ما انتم شايفين كده. انتوا طبعا عارفين ان الغريبة بيبقى لونها ابيض. بطريقة سهلة وبسيطة خالص. الغريبة مش محتاجة أي حاجة يا جماعة، بنعملها بأبسط الطرق اللي بنعملها في المصنع. حاجة سهلة خالص. هنحط السمنة اللي هي 300 جرام على 200 جرام سكر بودر، وهنبدأ ندعكهم كويس جدا لما تبقى مرهمية. طبعا بكل بساطة خالص زي ما انتم شايفين كده بنشتغل، مفيش أي مصاعب فيها خالص. هنبدأ ندعكها كويس زي ما انتم شايفين لحد ما تبقى مرهمية زي ما انتم شايفينها كده. ما شاء الله، يعني مرهم يا جماعة، بلسم مش مرهم بس. حاجة سهلة خالص وحاجة جميلة خالص، ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. هنبدأ بعد كده ان شاء الله ننزل بالنص كيلو دقيق بتاعنا. طبعا يا جماعة الغريبة اهم حاجة برضو ان احنا دي طبعا هتتصب بالكيس، فلازم ندعكها كويس لحد ما تبقى ناعمة خالص، بحيث انها تنزل من الكيس بالراحة مرتاحة، ما نقعدش تبقاش مشققة ولا حاجة. وهننزل عليها باتنين جرام بيكنج باودر، وهننزل عليها بواحد جرام فانيليا. طبعا الفانيليا يا جماعة هتعطي نكهة كويسة، بس تبقى قليلة خالص، حوالي واحد جرام، لأن لو كترنا منها هتمرر. كتر الفانيليا في الغريبة هتمرر. هنبدأ ندعكها مع بعض زي ما انتم شايفين. ندعكها كويس جدا لحد ما تبقى الدقيق يدوب خالص، وهتبدأ العجينة زي ما انتم واحدة واحدة بتبدأ العجينة تمسك في بعضها زي ما انتم شايفين كده. نبدأ ندعكها كويس لما تبقى مرهمية الشكل، وهندعكها كويس جدا بحيث ان هي تنزل من الكيس مرتاحة زي ما قلنا. شفتوا عاملة ازاي يا جماعة بعد ما دعكناها كويس؟ عملت ازاي؟ ما شاء الله، مرهمية بطريقة حلوة قوي، وشكلها جميل وسرح، مفيش فيها اي تكتل ولا اي شيء، حاجة حلوة خالص. نبدأ ان شاء الله نجيب الكيس بتاعنا، والبلبلة طبعا سادة يا جماعة، البلبلة اللي هنصب بها سادة زي ما انتم شايفين. جبنا الكيس وهنبدأ نحط الغرابة بتاعتنا عشان نبدأ نصبها مع بعض. صاج 60 40 أو 40 60. هنبدأ نصب الغرابة بتاعتنا. شوفوا نازلة من الكيس عاملة ازاي، مش محتاجة أي تعليق. يعني والله مش محتاج أي تعليق، بتنزل بكل بساطة وبكل سهولة زي ما انتم شايفينها كده. بنصبها على شكل هرمي. وهنبدأ طبعا البوز اللي طالع منها ده هنبدأ نضغط عليه واحنا بنحط المكسرات طبعا. هنبدأ واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين نصبها لما لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. شايفين يا جماعة عاملة ازاي؟ ناعمة خالص ونازلة من الكيس بسيطة وسهلة ومفيش فيها أي مشاكل خالص، كأن المكنة اللي بتصبها. يعني ما هي صعبة خالص، يعني هتبقى سهلة في ايدك وانت بتصبيها. طبعا احنا دلوقتي بنصب الصاج على قد العجينة اللي معانا. يعني العجينة خلصت على قد الصاج 40 60. ما شاء الله شكل العجينة بيضة وناعمة وشكلها حلو خالص يا جماعة زي ما انتم شايفين، مش محتاجة أي تعليق خالص. هنبدأ نجيب المكسرات بتاعتنا اللي هنحطها على الوش. هنبدأ الأول باللولو بتاعنا اللي انتوا شايفينه ده. ده ملبس لولو فضي، ده معمول بتاع الغريبة، شكله جميل خالص على الغريبة زي ما انتوا شايفين شكله كده. هنبدأ نعمل صف ملبس من ده، وهنبدأ نعمل صف لوز، وهنبدأ نعمل صف فستق، وهنبدأ نعمل صف بندق. هنشكلها كده صف وصف. بدأنا باللولو الأول أو الملبس اللولو. شكله حلو أوي 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 على الشكل الغريبة. حاجة جميلة خالص. وهنبدأ برضو نعمل صف تاني من اللوز، وصف من البندق، وصف من الفستق، عشان بحيث ان احنا نشكل الصاج بتاعنا يبقى شكله جميل زي ما انتم شايفين كده. حاجة ما شاء الله مش محتاج اي تعليق يا جماعة. ان شاء الله اللي ما اشتركش في القناة يشترك وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كل ما تدعمونا يا جماعة بتشجعونا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر، وان شاء الله فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. والله احنا بنشتغل بكل بساطة وبكل سهولة، بنحاول نعمل لكم الفيديو بحاجة بسيطة خالص، بشغل عالي جدا، وفي نفس الوقت بطريقة سهلة وبسيطة.
هندخلها على حرارة حوالي 100 درجة. الحرارة بتاعتها ماشي عالية 100 يا جماعة. دي بعد ما طلعت من الفرن شكلها بسم الله ما شاء الله حاجة كده جميلة خالص، حاجة ما تتوصفش، حاجة يعني مش محتاجة أي تعليق. لا بتبصم الغريبة ولا بتشقق، زي ما انتوا شايفينها طالعة جميلة اهيت، أرضيتها جميلة، وشها حلو، مهيش مشققة مهيش مبصمة، حاجة جميلة. وطبعا مفرولة طبعا وبتدوب. هنبدأ نكسرها برضو قدامكم. يعني الغريبة سهلة جدا زي ما انتوا شايفينها، شكلها عامل ازاي، حاجة كده مش محتاجة أي كلام ولا محتاجة أي تعليق. بندق، لولو، فستق، لوز، ولا أروع من كده. اهم حاجه يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.